اقسم بالله والله العظيم ما حصل، وحياة ولادي عليا الطلاق بالثلاثه. الناس اللي بتقعد تحلف عمال على بطال هم مش كدابين، هم حقيقي بيتكلموا صح. هنديك مثل علشان تعرف ايه اللي بيفكروا فيه وهم بيحلفوا وبيقسموا بالله من غير اي شعور بالذنب لما يقعدوا مع نفسهم. هقول لك هم بيفكروا ازاي. لو مثلا كل يوم بتتكلم مع واحد يوم سبت وحد واثنين وثلاث وكل الايام جيت على يوم الخميس ما كلمتوش، يجي الكذاب المنافق ده يحلف لك ويقسم لك على اللي هو بيفكر فيه ان اليوم ده هو ما كلمهوش، يقعد في خياله ويقسم لك ويحلف لك وهو في سره بيقول يوم الخميس. طب والله العظيم ما حصل، انا ما كلمتوش يوم الخميس. وانت تقول له انت كل يوم بتكلمه يا راجل، يقول لك والله ما حصل، اقسم بالله ما حصل يوم الخميس. هو ده اللي في باله، وهو ده اللي بيحاول يقنع نفسه ويقنع اللي حواليه بيه، وهو فعلا ما بيكذبش لان يوم الخميس هو ما اتكلمش. بس اللي قدامك ده ايها المنافق هو بيكلمك في العموم، فانت لو بتكذب عليه علشان تبرأ نفسك فانت استحالة تكذب على ربنا، لان ربنا عالم بالنوايا وعارف ان انت خادع وغشاش وبتتلاعب بكلامك وافكارك علشان لما تيجي تنام طبعا ضميرك ما يأنبكش، بس انت بالفعل اتكتبت عند ربنا كاذب. وربنا يهدي الجميع، وبلاش اسم ربنا يتقال عمال على بطال حتى في الهزار. بقينا نقعد نقسم بالله كتير واحنا مش عارفين قد ايه الكلمة دي كبيرة قوي. وبس كده، سلام عليكم.